حطي صورة جوزِك في الفرن وأوعدِك إنه هيحبِّك أكتر وهيعشقِك بجنون، بإذن الله فكرة النهارده هتعجبكم وهتطلعوا مستفيدين من الفيديو، بس يا ريت تحطوا لايك وتصلوا على النبي في الكومنتات وتقولي لي بتتابعيني منين يا ست الكل، وبإذن الله تطلعي مستفيدة من الفيديو حتى لو بفكرة أو فكرتين على الأقل، ويالّا ندخل على أول فكرة. الفكرة الأولى كلنا بنعاني بقى من الكمكمة اللي بتبقى في الكيس بتاع المكنسة، بتطلع علينا ريحة صعبة جدًا وإحنا بنكنس السجادة أو بنكنس أي حتة يعني في البيت، بتبقى الريحة بتاعة الكيس بتاع المكنسة صعبة أوي اللي بتطلع علينا. كل اللي هنعمله هنجيب عود قرفة زي ما أنتم شايفين، عود خشب، قرفة خشب يعني، وهتحطوا عليها فانيليا سايلة، هتشبّعوا بقى العود الخشب ده بتاع القرفة بالفانيليا السايلة زي ما أنتم شايفين كده، وهتحطّوا من جوّاه برضه، وكل اللي هتعملوه إن أنتم هتحطّوه جوّه الكيس بتاع المكنسة. بجد، بجد عمركم أبدًا ما هتطلع عليكم ريحة كمكمة أو ريحة تراب، بالعكس الريحة اللي هتطلع عليكم ريحة قرفة مع فانيليا، وهتكوني بتمسحي كده وأنتِ مرتاحة من غير ما تطلع عليكِ أي ريحة مش لطيفة يعني. الفكرة اللي بعد كده، في ناس يا جماعة نظرها ضعيف جدًا بجد، بجد، وبتعاني من حتّة إبرة الخياطة دي، بالذات بقى أمهاتنا اللي يا عيني بيقعدوا بقى يخيطوا لنا في الحاجات القديمة اللي اتقطعت أو يعني بيعانوا جدًا من صعوبة لضم الإبرة. كل اللي هنعمله هنجيب ورقة زي ما أنتم شايفين، أي ورقة كده، وهنتنيها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، بحيث يبقى ليها بوز كده. البوز ده إحنا هنطلّع منه طرف الخيط زي ما هيبان قدّامكم دلوقتي، زي ما هيكون باين قدّامكم دلوقتي. بجد، بجد الفكرة دي أحسن فكرة مناسبة جدًا ل لضم الإبرة بتاعة الخيط. بُصّوا كده، شايفين طرف الخيط هيبقى موجود دلوقتي أهو من الناحية التانية لمّا حطيناه في الورقة من جوّه أهو. يا ريت ما تجروش الفيديو وتتابعوني للنهاية، وبجد، بجد هتستفيدوا، بس ما تنسوش بقى تحطوا اللايك. هنجيب بقى الإبرة، عايزة أقول لكم هنحاول كده إن إحنا ندخّل طرف الورقة في الإبرة زي ما أنتم شايفين كده. حتى لو اتّنت معانا هنحاول نفردها تاني وندخّلها، لحد ما هتدخل، بإذن الله هتدخل، يعني ما تيأسوش، هتدخل يعني هتدخل. أهو دخلت زي ما أنتم شايفين كده الورقة، بمجرد لمّا الورقة هتدخل هنسحب بقى طرف الخيط على طول من الورقة، أهو. على طول سحبنا طرف الخيط. لو مهما كان بقى في صعوبة في لضم الإبرة ومهما كان النظر ضعيف، بجد بكل سهولة هندخّل الخيط في الإبرة زي ما أنتم شايفين. يا ريت تكون الفكرة عجبتكم وتحطوا لي لايك. الفكرة اللي بعد كده، عايزين بقى يا جماعة كلنا كده يكون عندنا الكور دي من ورق الفويل أو ورق الألمونيوم، بأحجام مختلفة، يعني نعمل مثلًا كورة كبيرة شوية، كورة وسط، كورة صغيرة. هاقول لكم أنا باستخدم الكور دي في إيه، بجد والله العظيم يا جماعة الكور دي أحسن مادة حافظة البقوليات أو الرز أو لأي حاجة. الفكرة اللي بعد كده هي كلنا يا جماعة الشاشات بتاعة الموبايل بتاعتنا بتبقى شاشة الموبايل بتاعنا يعني بتبقى مبصمة كده ومطبعة، وأحسن ومش هاجيب طبعًا أي حاجة أمسحها بيها مَيّة أو جلانس أو كده، أحسن طريقة لمسحها هي الكمامة. هنجيب أي كمامة كده خلاص عندنا، وهنبتدي نمسح الشاشة بكل سهولة، من غير ما أحط أي حاجة، من غير ما أحط حتى مَيّة ولا أي ملمع زجاج خالص. بُصّوا يا جماعة الفرق بين نُص الشاشة دي ونُص الشاشة دي، مجرد بس بامشّي الكمامة على الشاشة زي ما أنتم شايفين، تنفع بقى في شاشة التلفزيون، شاشة الكمبيوتر، أي شاشة، بس هتمشّوا الكمامة على الشاشة كده وهترجع بُصّوا عاملة إزاي بتلمع إزاي. ما حطيتش أي حاجة يا جماعة، أحسن حاجة في تلميع الشاشات هي الكمامة. اعتمديها عندِك وبإذن الله جرّبيها هتعجبِك. الفكرة اللي بعد كده، أحيانًا بيتكب مننا زيت على الأرض أو على الرخام، أو حتى لو ممكن لا قدر الله بيضة تتكسر مننا غصبٍ عننا تُقع. عايزة أقول لكم اوعي تجري تجيبي فوطة مبلولة وتمسحي بيها الزيت أو البيض المكسور. أحسن طريقة إن أنتِ تمسحي بيها الزيت أو البيض المكسور، هتجيبي شوية دقيق، شوية دقيق بس كده هتكبيها على بقعة الزيت أو شوية البيض اللي اتكبوا منِّك. طبعًا بيض مع مَيّة يعني زفارة صعبة، وزيت مع مَيّة برضه يعني تليط للأرض، والأرض مش هتتمسح بسهولة أبدًا. هتبتدي بقى تعملي حركات دائرية كده بالدقيق،
كل الزيت هييجي الدقيق هيمتصّه ومش هتلاقي أثر ليه حرفيًا. المكان اللي اتكَب فيه زيت هيرجع زي الفل. كل اللي هتعمليه بس هتجيبي فوطة، بُصّوا يا جماعة أهو، الزيت كلّه اتلَم، بُقعة الزيت كلّها اتلمِّت في الدقيق زي ما أنتم شايفين. هتجيبي فوطة وهتمسحي الرخامة وهترجع زي الفل، سواء بقى على الرخامة، سواء على الأرض، أي حتّة. الفكرة اللي بعد كده أحيانًا بنبقى عايزين نعمل ساندوتش جبنة بالخيار، بس مش عايزين ناخد الخيارة كلّها، مجرد بس عايزين كام شريحة كده من الخيار وبس. مش هينفع طبعًا نحط الخيارة كده مفتوحة عشان هتدبل في التلاجة، تمام. إيه أحلى فكرة هنعملها زي ما أنتم شايفين كده، هاجيب الجزء اللي هو في أول الخيارة زي ما أنتم شايفين، وهاجيب خِلّة أسنان وهادخّل الخِلّة في الخيارة بالشكل ده، وهاحطها في التلاجة كإني ما عملتش أي حاجة، زي ما أنتم شايفين كده. وهاستخدمها بقى تاني والخيارة مش هتدبل ولا أي حاجة، وطبعًا مش هنرميها. خلاص، الفكرة اللي بعد كده دي فكرة بقى يا جماعة للطوارئ الأولية في المطبخ. كل اللي هاعمله هاجيب كيس وأحط فيه شوية دقيق وهابرم الكيس كده، خلاص، حبّة كده من الدقيق وهابرم الكيس كده كويس أوي، تمام. وهاقول لكم بقى هنعمل بيه إيه. الفكرة دي حلوة جدًا، إن إحنا بس كل اللي هنعمله هنحط الكيس ده في الفريزر، ولا قدّر الله بمجرد لمّا ييجي عليكِ مثلًا طرطشة زيت لا قدّر الله، أو تتلسعي من السخونية بتاعة الحلة، كل اللي هتعمليه إن أنتِ هتطلّعيها من الفريزر وهتحطي فيها إيدِك على المكان اللي فيه الحرق، هيهدى، وبجد، بجد هتحسي بتحسُّن بسرعة جدًا. الفكرة اللي بعد كده هي، بُصّوا يا جماعة كلّنا كده عندنا سَبَت الغسيل اللي أنتم شايفينه ده. بُصّوا فيه كام عين، أنتم شايفين فيه كام يعني مخرّم، كام خُرم. بُصّوا بقى يا جماعة، أنا باستخدمه في إن أنا باحُط فيه الشرابات أو أي ملابس داخلية أنا مش حابة إن أنا أنشرها على الحبل، تمام كده، لإن ممكن تُقع منّي غصب عنّي وطبعًا حاجة مش لطيفة يعني. فأنا عايزة أقول لكم إن هو هيجمّع لي كل الحاجات دي. الفكرة اللي بعد كده هو إني حاطة مشابك في الضرفة اللي تحت الحوض بdouble face زي ما أنتم شايفين، ومعلقة فيها ال الفوط بتاعة المطبخ بالشكل ده. بجد بتنفع أوي وبتتهوى في نفس الوقت. الفكرة بقى الأخيرة هي الفكرة الرئيسية لفيديو النهارده يا جماعة، وهي إن أنتِ هتحطي صورة جوزِك في الفرن، وبجد، بجد هتحسي بتغيير في حياتِك وأنتِ بنفسِك هتشوفي. طبعًا عيد الحب قرّب، ومش بنبقى عارفين نجيب هدية إيه لأزواجنا، لأمهاتنا، لأصحابنا، لإخواتنا. فكل اللي هنعمله إن أنتِ هتجيبي زي ما أنتِ شايفة كده، ده واحدة شمع كده من الشمع اللي هو بيتحط في مسدس الشمع وبيلزق، خلاص، دي واحدة بس ب5 جنيه بالضبط، زي ما أنتم شايفين. وأحسن تجيبي الحجم الصغير عشان يبقى اللي هو الشمعة الرفيّعة، عشان يبقى سهل القص زي ما أنتم شايفين كده. أنا قصيته وحطيته في طبق. وده كتاب عندي قديم، أنا بس حابة أوضّح لكم الفكرة، خرّجت منه صورة طفل زي ما أنتم شايفين كده، عشان أنا مش حابة أظهر أي حد من أولادي أو صورة زوجي يعني، عشان بس أنا باوصّل لكم الفكرة مش أكتر. هاجيب بقى الشمع اللي أنا قطّعته بالمقص ده، وهاجيب الصورة وأي طبق عندي ألمونيوم أو طبق فويل ألمونيوم حتى، الطبق ده أنا مش محتاجاه يعني، وهابتدي إن أنا أوزّع الشمع كده على الصورة من فوق ومن تحت، بحيث تبقى الصورة تحتها شمع وفوقيها شمع، زي ما أنتم شايفين كده قدّامكم. خلاص، خلّي بالكم إن الحاجة اللي بتحطّي عليها الصورة ما تكونش بلاستيك، لازم تكون ألمونيوم. ممكن كمان يبقى تجيبي طبق من طُباق الفويل اللي هي بتاعة الكشري دي، وتحطّيه بقى في الفرن. هتحطّيه في الفرن كده حوالي بالضبط 10 دقايق، 10 دقايق بالضبط هتلاقي الشمع ساح بالشكل اللي أنتم شايفينه ده على الصورة. خلاص، بُصّوا كده الشمع هيسيح إزاي. هابتدي بقى قبل ما يبرد هاقوم مطلّعاه على طول لقطاه كده بالسكينة، هاطلّع الصورة كده بالسكينة زي ما أنتم شايفين، تمام. وطبعًا أخلّي بالي ما امسكهاش على طول إلا لمّا أتأكد تمامًا إن هي بردت، بس أطلّعها من الطبق قبل ما تبرد بسرعة، لإن لو بردت مش هاعرف أطلّعها. بعد كده هاجيب خلة أسنان أو أي حاجة زي ما أنتم شايفين كده، وهابتدي إن أنا أعمل خُرم من فوق، تمام. طبعًا يا جماعة يعني الفكرة أكيد قرّبت لكم، ما حدش بقى يقول لي دي فكرة والله العظيم دي فكرة جميلة جدًا، وهتحسي إن مجرد لمّا تعملي اللي قدّامِك هيفرح جدًا، وهيحس إن أنتِ فعلًا مهتمية بيه وحاباه وعايزة تبيّني له اهتمامه بيكِ، تمام. هاجيب أنا ده بقى حلق قديم عندي،
حطيته في الخُرم اللي أنا خرمته كده زي ما أنتم شايفين، تخيّلي بقى إن دي صورة والدِك، والدتِك، ابنِك، زوجِك، صاحبتِك، أي حد يا جماعة أنتِ عزيز عليكِ ممكن تعملي له الحاجة دي، مجرّد بقى ما عملت العُلّيقة دي هاحطها في سلسلة عندي كده وهالبس السلسلة بجد أنتِ لو عملتِ كده وحطيتِ صورة زوجِك بالشكل دوّة ولبستِ السلسلة ودخل عليكِ والفالنتين قرّب، هيفرح جدًا وهيحس إن أنتِ مهتمة بيه، وبجد، بجد يعني هتجددوا بقى حالة الملل اللي موجودة في الحياة وكده، وفي نفس الوقت الهدايا غليت أوي يا جماعة وكل حاجة غليت، أصل هتجيبي له هدية إيه؟ يعني هتجيبي له إيه؟ كل اللي هتعمليه هتقصّي صورته بالشكل ده وهتحطيها في الفرن وخلاص، لكن هتروحي تجيبي له هدية إيه في الغلا اللي إحنا فيه ده؟ يا ريت بقى فيديو النهارده يكون عجبكم، وبإذن الله، بإذن الله فيديوهات الجاية كلها أفكار حلوة، بس يا ريت تشجعوني بقى باللايك وتشتركوا في القناة، وإن شاء الله أشوفكم قريب، والسلام عليكم.